بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان نصلي عليه ونزيد عليه كمان صلاة. فيديو جديد وفيديو مختلف عن باقي الفيديوهات. اخبطي بقى اللايك، او انت لسه جديدة عندي مش مشتركة اشتركي لي وفعلي لي الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا نبدأ كده بالصلاة على النبي زي ما احنا بنبدأ بنصلي على النبي الأول. والنهاردة فيديو إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نعمل الصيد الجميل بتاعتنا. تركات بقى بتكاتك يا رودي، حركاتك ان شاء الله باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين معانا اهو العيش على البوتاجاز. طبعا رده دقيق ده حاجه ترجع لك انت. تمام اهو. طبعا انا بعمل كده بستفيد بقى ايه على الكانون فوق، عامله لي الكانون بالاسمنت. تمام. فالمهم بقى عندي شويه عيش، ما فيش دقيق النهارده، وعلى طول كده يا روجي هبدأ بإذنك يا رب، بإذنك يا رب كده هنعمل العصيد بتاعتنا برده وعيش إن شاء الله بإذن الله، وهنفطر الطيور مع بعض بإذن الله ونشوف حلاوة الحاجات دي. وبالمر كده احنا هننضف ايه الخشب اللي على السطح والشوزات مش برميها. تمام. ببدأ ان انا ايه بحرقها يعني، وبستخدمها ايه بعمل بيها ايه، بعمل بيها عصيد للبط بتاعنا. يلا بقى نبدأ كده نصلي على النبي ونشوف غطا بقى البتاع ده، ونطلع الطير بتاعنا ندوه شوية برسيم كده ونرجع تاني ان شاء الله. في الاول كده زي ما انتم شايفين معانا، اللهم صل على النبي، هنبدأ نرضع بس الارانب دي فرخية. فطبعا في الاول بقى انا ببدأ ان انا امسكها عشان ترضع الارانب، وبعدين ابدأ نشوف ايه اللي ورايا على الصبح كده بدري فتحتيها دول ايه ايه نخلصهم منها. طبعا دلوقتي اول حاجة بقى اي كركيب عندك على السطح، انا برضو بستفيد ان انا بعمل عصيد وبنضف السطح. اهم حاجه انا عندي السطح بتاعي اي حاجه، اي تنظيف سمك، تريش، تربيه، غسيل مواعين، في الشمسية كده بنطلع وننضف امورنا تبقى كده فل وتمام التمام يعني. اي حاجه طبعا ما برميهاش في الزباله، ببدا ان انا اركنها على جنب، وببدا ان انا بستخدمها ايه بس برضه ان انا استخدمها بعمل بيها ايه كانون وحاجه زي كده. تمام. طبعا في شويه عيش عندي ناشفين اللي هم بيبقى بواقي الصينيه، بيبقى ايه بنستخدمه بقى ايه للبتاع. عايزه اقول لكم حاجه، الحله الكبيره دي مش كل يوم، لا دي يوم من تاني انا ببدا اعمل بيها ايه للبط يعني. تمام. ما بستخدمهاش على طول يعني. تمام. وفي نفس الوقت ايه ينضف معايا السطح ويبقى حاجه كده اللوز فوق اللوز يا لوز. اللهم بارك. كانون طبعا سهل جدا، بشويه اسمنت عندك ب2 كيلو اسمنت او 3 هتعملي احلى كانون. عشان بقى بدل ما يوجع معاك وكده، لا اعمليه بالاسمنت ويبقى بسم الله ما شاء الله. تحطي قالب على قالب طوب يبقى جميل جدا. جربي بس كده وبسم الله ما شاء الله ما ياخدش معاكي ثانيه. تمام. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك نضفي، احنا بننضف وبنفس الوقت ايه خشب عندك في البيت، اي حاجه عندك في البيت نستفيد بيها برضو. اهو شايفين اللهم صل على النبي. شوزات عندك، شباشب، انا اسفه جدا، اي حاجه عندك ما فيش اي مشكله برضو بنبدا نستخدمها ما بقولش لا. خشب عندي طبعا السطح عندنا خشب كتير جدا. اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ميتنا حميت، فهنبدأ دلوقتي ان شاء الله هنجيب الردة بقى، وفي نفس الوقت هفطر البط يعني خلاص. عايزين نديهم حاجة سخنة عليكم على الحاجة الكانون يعني. نقول لا احنا بدل ما نرمي الحاجة دي في الزبالة، لا احنا عايزين نستفاد بالحاجة دي، في نفس الوقت نوفر. الموضوع كله احنا عايزين نوفر، وفي نفس الوقت تشتري حاجة من حاجتك في بيتك احسن من انك تشتريها ايه من بره. الله اعلم بقى بتاكل ايه. اما الطير عندك بتاكل من الاكل بتاعك مفيش اي مشكله برضو، بتبقى الحاجه يعني فوق الوصف كده. طلع كده الطيور انا مدفياهم اهو، لناس كتير قوي في الفيديو في كومنت قالوا لي والنبي خلي بالك عليهم. لا انا مبيتاهم والله ومقفله عليهم، وبطاطين بقى وسجاد والحاجات دي برضو مش برميها، بستفيد بيها برضو بغطي بيها. طبعا البط ده انا عامله له عشش، عامله له زي خن كده بينام فيه بخشب برضو في بتاع البيت اللي ايه عفشه امي اللي بتكسرت. ببدا ان انا اجيب النجار ويركب حاجه ورا حاجه، وبنبدا ان احنا نستفيد منها برضو وما بتقولش لا. في الاول بقى قبل ما احنا ناكله نرمي بقى البرسيم ونرجع تاني اهو. رجعنا الميه بتاعتنا سخنت والعيش سخن، نكب بقى الرده ونشوف بقى حلاوه الحاجه دي جميله جدا.
يلا بقى نشوف ونفطر بقى البط ونرجع كمان مرة ان شاء الله. يلا لو وصلت معايا لحد هنا هخبطي كده اللايك او الديسلايك لو مش عاجبك الفيديو، وان شاء الله باذن الله هيعجبك، وانا عارفه كده ان شاء الله، واثقه مليون في الميه. وده فيديو بقى تشجيع، نشجع بعض. عايزين ندفى بقى، واللهم صل على النبي. يعني مش عايزه اقول لكم احساسي بقى، يعني حاجه جميله جدا. في الاول بقى اهو نحط الرده. العيش بتاعنا داب. عندك دقيق، رده، اي حاجه عندك مش هيقولك لا حطي. شايفين؟ حاجه كده جميله جميله جميله. البط عندك هياكل مش هيقول لا. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم بارك. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.